النهارده بقى هنعمل صينية رقاق حكاية كده يا جماعة. بصوا شكلها وحلاوتها. السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نجيب بقى صينية هندهنها سمنة كويس جدا، ندهنيها كمية حلوة. وهجيب بقى كوبايتين شوربة عليهم كوباية لبن. وهجيب هنا ربع كوباية سمنة بلدي، عليها شوية زيت، عليها معلقتين قشطة، ونقلبهم كويس كده مع بعض. خلاص، يبقى ده الدهان اللي هندهن بيه، وده التسقية اللي هنسقي بيها. وطبعا لحمة متعصجة. خلاص، هنبل بقى بالشوربة واللبن. عايزاكم بس تجربوا الطريقة دي، من احلى الوصفات بتاعة الرقاق اللي ممكن تعمليها. طعمه جميل جدا، عامل زي الفطير المشلتت كده، طعمه مختلف وطعمه طري، وطري من جوه ومقرمش من بره، واخد طبقة قرمشة من بره ومن تحت كمان. هنيجي بقى نبل من الناحيتين، وندهن كل رقاقية هنحطها، هندهن من السائل اللي احنا ايه، اللي هي ربع كوباية سمنة، عليها شوية زيت صغيرين عشان يبقى فيه قرمشة كده، الزيت هنا للقرمشة. وعليهم كمان معلقتين قشطة كبار. خلاص، بحط 6 رقات، 6 رقاقات تحت. وبعد كده بفرد لحمة متعصجة بالطريقة العادية خالص بتاعتنا، اللي هي تبشري عليها، تحطي نص كيلو لحمة وتبشري عليه بصلتين، عليهم طماطمتين لو انت عايزة، او معلقتين صلصة وملح وفلفل وبهارات لحمة، بس كده. ونبتدي نكمل بقية الرقات. هنحط 6 رقاقات تحت و6 رقاقات فوق، وبين كل رق ورق هندهن من السمنة والزيت والقشطة. خلاص. وبعد كده، بعد ما خلصنا الصينية تماما ورصيناها حلوة قوي، هنجيب بقى من اللبن والشوربة، نسقي كده الرقاق لغاية ما يطرى معانا، نعرف نقطعه كده، وتقطعيه بالشكل اللي يريحك والشكل اللي يعجبك. وبعد كده هدهن الوش بتاعه من نفس الخليط اللي انا عملته، اللي هو السمنة والقشطة والزيت. وهدخله الفرن على درجة حرارة 250، هحطه تحت لحد ما يحمر من تحت، واحس ان الجوانب بتاعته احمرت، هقوم مطلعاه فوق على الشوايه. وده بيكون شكله وطعمه خطير وشكله يجنن. وعايزه اقول لكم جربوه بجد، من احلى الطرق بتاعه الرقاق اللي هتعمليها، وكل اللي هيدوقوا عندك هيقولك عاملاه ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، بحبكم قوي. يلا، سلام عليكم، باي باي.